عملت بقى النهاردة كده شوية مكرونة حلوين زي ما انتوا شايفين وطحينة، والفرخة اللي انا كنت متبلاها معاكم للشوي. النهاردة كده عملتها وزي ما انتوا شايفين. حاجات حلوة وجميلة وزي الفل، ومكرونة جميلة والفراخ جميلة. والنهاردة الجمعة بقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، جمعة مباركة عليكم إن شاء الله. طبعا احنا كده لنا الصبح ومعايا اللبن اهو، كنت غليته وقلت ايه احطه في التلاجة، بس هو طبعا كان بارد ما حطيتوش سخن. كنت فطرت بقى وبتاع وايه، وقلت ايه هبدأ احط ايه او احضر ايه للغدا. طبعا غدانا كان، انتوا عارفين الفرخة اللي انا كنت متبلاها معاكم، ويعني وهعمل يا دوبك ايه شوية المكرونة بس، يعني ايه اكل يا دوبك ايه، مش هياخد كتير يعني وكده. طبعا دولت هنا شوية حاجات كده كانوا بقية الفطار. والحلة اللي هناك ديت كنت ايه سايباها ان انا ايه هعمل المكرونة فيها، وهعمل الطماطم. او دولت كده نضاف وركناهم، قلت ايه هعمل الطماطم، مسبك الطماطم ايه وهسلق فيهم المكرونة. ودولت بقى كانوا بقية الفطار وكده، وقلت ايه اشطفهم كده بالمرة قبل ما ايه ما نبدأ الفيديو معاكم. وهتشوفوا كده النهاردة الفرخة طبعا كانت ايه حصلت لي مشكلة معاها كده اهو. حابة اقول لكم ايه لحد لما تيجي كده وقت الفرخة، هقول لكم ايه اللي جرى لها. يلا الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. بس كان الاكل جميل وزي الفل، والتتبيلة دي كانت حلوة وجميلة خالص. بتاعة الفراخ المشوية عايزة اقول لكم فيها بهارات ياما 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 خالص. لما تيجي بقى كده مرة انا ان شاء الله هبقى ايه اجمعها لكم بقى كده خالص، لان ايه التتبيلة ديت فيها حاجات كتيرة جدا، وحابة ايه حابة اعملها لكم في يوم. هنا طبعا كنت جايبة بقى كده ايه كيلو ونص طماطم. النهاردة الطماطم بسم الله ما شاء الله الله اكبر، هلا نحسد الطماطم ولا حاجة. كانت بكيلو ونص وكانت بتمانين، وكانت دي كانت بعشرة، كانت جامدة وفي نفس الوقت حمرة كده وجميلة زي ما انتوا شايفينها، كانت زي الفل. قلت لا دي بقى ايه عايزة مكرونة بقى كده الحلوة ديت. بس طبعا احنا ايه شطفناهم كده وزي ما انت شايف زي ما انتوا شايفين، وبنخلص بقى كده ايه الحاجة اللي على الرخام. طبعا مفيش اهوت اي حاجة، فقلت ايه هنجيب بقى دلوقتي الخلاط وايه ونضرب ايه الطماطم اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. يعني ايه بنخلص ايه اللي على الحوض بس. هخرط الطماطم كده اهوت زائد كده اهوت، واروح ايه حطها في الخلاط. طبعا ايه لازم طبعا بتاعة المكرونة لازم تتصف، ما ينفعش ان احنا نحطوها كده. ساعات احنا بنعملوها كده ايه في المحشي بنحطها كده ايه بالقشر، ساعات بنروح نحطها ايه كده بالقشر، لكن المكرونة بالذات ما ينفعش، لازم ان هي تتصفى بالمصفى. انا طبعا كنت حاطة المصفى اللي هصفي بيها، اعتبر هتشوفوها دلوقتي، كنت حطاها على البوتاجاز اهيت في قلب الحل. طبعا المصفى الصفرا البلاستيك دي بحطها كده هنا اهوت كده، هسيبها بقى لما تتسبك خالص كده. بصوا كانت حمرا ازاي، ما حطيتش بقى ولا توم ولا بصل خالص، ديت صلصة المكرونة، حطيت لها ملح وفلفل بس كده اهوت. وهسيبها بقى لما تنطر قدامها كده خالص. تعالوا بقى اقول لكم ايه اللي حصل لي بقى في الفرخ. طبعا الفرخة طلعتها من الفريزر امبارح وحطيتها في التلاجة، قلت بس بقى هي هتفك من هنا للصبح. اتاري طبعا عشان التلاجة بقى زي ما تقول كانت عالية ولا ايه، خلت الفرخة زي ما هي. طبعا انا ايه قاعدة حوالي الساعة 2، قلت بس انا ديت يا دوبك هاخدها مش هتاخد ايه ساعة في الفرن وايه وحشويها، يعني المكرونة مش تاخد حاجة ولا ديت هتاخد حاجة. بص عايزة اقول لكم لقيتها زي ما هي حجرة. طبعا فصل بقى اتعمل فيا خالص كده اهوت، مش يجيلي بقى فكرة ان انا اشوفها بقى الصبح كده فكت ولا مفكتش. جيت بقى ايه بص عايزه اقول لكم تلج، رحت مقطعاها انا بالرغم ان انا كنت ايه هحطها ايه في السيخ اللي هو بيتقفل ده، واحطها على الشبكة كده وتنشف خالص. لكن طبعا لما جيت لقيتها بقى كده خالص، قلت لا انا كده ايه هتأخر عن الاكل. رحت قطعتها اربع تربع كده وسبتها في الصينية وغطيتها، ورحت حطها بقى ايه في الفرن.
عايزه اقول لكم قلت ايه هتتبخر شويه لان ايه. بصوا الصلصه جميله ازاي. كده بقى ايه هقفلها. حطيتها بقى كده في الفرن وفي نفس الوقت غطيتها بصينيه تانية. ما كانش عندي ورق فويل. وعريتها لحد ايه ما نزلت بقى الميه بتاعتها وفكت تلجة. طبعا هنا بقى كانت خلاص كانت استوت. وايه ورحت مطلعاها ما ينفعش طبعا ان انا اغطيها طالما هي ايه شوي. طلعتها بقى هنا اهو هنا بحط المكرونه وهوريها لكم بقى دلوقتي كده. الفرخه لما انا ايه طلعتها ايه من البوتاجاز. عايزه اقول لكم طبعا هو حتى الفيديو بسيط. ما خدش وقت معايا. لان طبعا كانت كل حاجه متحضره ولا المكرونه بتاخد وقت ولا الفراخ بتاخد وقت. اهيت كانت متبله وحطيتها على طول ايه في الفرن. اهو بصوا كانت لسه طالعه من النار اهيت. ونشفتها بقى كده وكانت حلوه وزي الفل وقلت ايه خلاص هنعمل بقى ايه المكرونه طالما ايه طلعت الفراخ. طبعا يا دوبك هي سليق المكرونه بس. رحت ايه حطها ايه على البوتاجاز. وبوريكم بقى الفرخه هي ايه بتاعتنا لما طلعتها. بس كده اهو بقلب بقى كده وقلت ايه رحت ملمعاها بقى كده اهو. بالايدام بتاعها. بوريكم بصوا زي الفل ازاي. وزي العسل. والتتبيله بتاعتها جميله خالص اللي انا متبلاها فيه. كده خلاص كنت سلقت بقى المكرونه وهنحضر بقى كده ايه للغد. اهوت حتى انا ايه يا دوبك يعني ما شطفتش حتى المكرونه. عايزه اقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير واللي شافني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. فضلا وليس امرا على طول بنسى ان انا اقول لكم الكلمه دي في الاول. لان هي المفروض انها تتقال في الاول خالص. ده اليوتيوب هو اللي بيقول كده. وطبعا ده فضلا ليس امرا طبعا. ان انتوا طبعا ايه تدوني لايك كده وشير. وما تنسونوش طبعا ما تنسونيش كده ايه في الكومنتات بتاعتكم الحلو. وده كان غدانا كده النهارده. وعملنا برضو ايه شوية طحينة كده حلوين زي ما انتوا شايفين. حطيناها بقى ايه جنب الفراخ المشوية وشوية المكرونة بقى الحلوين دولت. وكان غدا كده بسيط وسريع. وبقول لكم جمعة مباركة عليكم كده بإذن الله. ويا رب يكون فيديو النهاردة كده عجبكم وما تنسونيش بقى في اللايك والشير واللي شافني لأول مرة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. فضلا وليس أمرا. اهو ده كان فيديو كده هوت يا رب يكون يا رب ينول اعجابكم. وحلو وجميل وزي الفل ومكرونه جميله قوي قوي. كان طعمها زي العسل. والفراخه هي برضو كانت طعمها زي العسل خالص. وكانت ناشفه كده وجميله ومكانش بقى فيها دم ولا فيها اي حاجه. رغم ان السرعه اللي انا كنت فيها النهارده وفوجئت ان هي ايه كانت لسه متلجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.